أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نودع الصيف بحلا بارد سهل وسريع واقتصادي جدا، ونودع كمان موسم المانجا بمانجاية واحدة. هنعمل القمر اللي قدامنا ده. قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بالمكونات بتاعتنا على طول. المكونات بسيطة جدا ومش مكلفة خالص، إنما النتيجة مبهرة. أول حاجة هعملها ده القالب اللي أنا هستخدمه. هضيف ليه معلقة كبيرة كده من الزيت علشان بيساعد إن الحلة بتاعنا يتقلب بسرعة وما يلزقش مننا. هوزعه كويس جدا وهدهنه كويس جدا، وبعدين هركنه على جنب. هجيب واحدة منجاية نعومي، هقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مكعبات كده. المانجا النعومي من الحاجات الحلوة الكويسة جدا للحلويات، يعني من أفضل أنواع المانجا اللي أنتِ تستخدميها للحلويات. بصراحة حلوة وما شاء الله بتكون مليانة لحم كده، والنتيجة بتاعتها جميلة. هتقطعيها بالشكل ده مكعبات. أنا استخدمت هنا حوالي تقريبًا نُص مانجاية بالضبط، يعني ما شاء الله نُص مانجاية هتعملي بيها القمر اللي إحنا شُفناه في الأول ده. بتفكيها كده بالمعلقة وبس، خلاص كده هي معانا جاهزة وزي الفل. هنعمل فيها إيه يا جيجي؟ هاقول لِك دلوقتي إحنا هنعمل فيها إيه. بس يلا روحي اعملي لايك واشتركي في القناة وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات، واكتبي لي كومنت حلو. هنعمل أول طبقة، هننزل بطبقة المانجا اللي احنا عملناها وقطعناها دي، تنزلي بيها كده في القالب بتاعنا. استخدمي صينية، استخدمي قالب كيك، براحتك خالص. هنركنه على جنب وتعالوا نعمل أول طبقة. أول طبقة معانا هي عبارة عن 2 باكت من الجيلي بطعم المانجا. تقدري طبعا تغيري في الأطعم براحتك، بس المانجا طعمها حلو جدا. هنعملها بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي مكتوبة على الكيس علشان يبقى متماسك أكتر والنتيجة كويسة. هانزل بكوبايتين من المَيّة المغليين، أيوه كوبايتين معياريين. خدي بالِك، الكوباية العادية بتبقى أكبر شوية من الكوباية المعيارية. كوبايتين 2 بس من المَيّة المغلية علشان النتيجة تبقى كويسة جدًا. إنما طبعًا اللي مكتوب على العلبة بيكون مختلف خالص في التجهيز لو إحنا هنعمله كده في القوالب. ممكن تضيفي سكر لو حابة، بس أنا بصراحة باحب أستخدمه كده زي ما هو، بيكون طعمه حلو. هادوّب بقى الخليط بتاع الجيلي ده كويس جدًا. حاولي يعني بقدر الإمكان إن هو يدوب، لإن طبعًا كمية المَيّة قليلة شوية، فبياخد وقت إنه يدوب غير لمّا بنكون ضايفين كوباية مَيّة ساقعة مع كوباية المَيّة السخنة. خلاص هو كده داب معايا وبقى زي الفل. هنضيف تاني طبقة على المانجا بتاعتنا، وكده نبقى عملنا الطبقة التانية. شُفتوا باقول لكم سهلة وسريعة جدًا، بس النتيجة بتاعتها خطيرة بجد. طعمها تحفة، تحفة، تحفة بجد. كده خلاص إحنا خلّصنا تاني طبقة. هاركن القالب على جنب كده شوية لغاية ما يتماسك معايا ويجمد. يعني إيه، يجمد بنسبة 85%. بس طبعًا مش هتدخّليه التلاجة غير لمّا يبرد. مش هتبتدي تشتغلي في الطبقة الأخيرة غير لمّا يتماسك معانا. تعالوا نجهّز بقى الطبقة الأخيرة عما يتماسك معانا. هانزل بباكيت واحد كده من الجيلي. ممكن البديل بتاعه إن أنتِ تنزلي بشوية من عصير المانجا، وهانزل بحوالي معلقتين من السكر. وبعدين هنعمل أحلى طبقة. بصراحة الطبقة الأخيرة اللي إحنا هنعملها دي أنتِ ما تعرفيش هي طعمها آيس كريم، طعمها إيه بالضبط، طعمها حلو جدًا وجميلة. وكوباية واحدة من المَيّة المغلية. هاقلب المكونات بتاعتي دي على جنب، وده كده إحنا عملنا طبقة جيلي. طب إحنا هنستخدمها كده؟ لأ إحنا مش هنستخدمها كده، إحنا هنسيبها برضه على جنب تركن، وبعدين هنكمل بقية الطبق. دي كوباية من الكريم شانتيه الخام، علشان كده أنا حطيت سكر. هانزل بقى عليهم بكوباية من المَيّة المتلجة. المَيّة نتيجتها أفضل كتير من الحليب مع الكريم شانتيه. بصراحة القوام بتاعه بيبقى سهل جدًا وبيتقل بسرعة جدًا وبيبقى متماسك كده مش زي الحليب. الحليب بيبقى يعني إيه، آآ القوام بتاعه سايل كده شوية، مهما كان متماسك بس مش بيكون زي نتيجة المَيّة أبدًا. أقلّب المكونات بتاعتي كده كويس خالص. كده خلاص الكريم شانتيه تقل معايا. ده الجيلي اللي إحنا حضّرناه، شايفين بقى متماسك كده شوية. هاضيفه على الكريم شانتيه وهاقلّب بقى كل المكونات دي كلّها مع بعض بالمضرب بتاعنا. النتيجة هتبقى حلوة جدًا، بس قلّبيه الأول خالص علشان ما يطيرش مننا هنا وهنا. زي ما أنتم متعودين دايمًا بيحصل معايا الموقف ده،
لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا يلا روحي اعملي لايك واشتركي في القناة واكتبي لي كومنت حلو زيك وصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. اضربه كده كويس خالص لغاية ما يبقوا حاجة واحدة، ما يبقاش الجيلي باين خالص، يبقى اللون بتاعه بس اللي باين. هتضربيه كويس بالمضرب لغاية القوام بتاعه ما يكون متماسك شوية، طبعا النتيجة مش زي ما يكون الكريم شانتيه لوحده، بس تفضلي اضربي حبة حلوين كده لغاية ما تماسك. هنزل كده بنقطتين من لون الطعام، انا حطيت اللون اللي هو الطبيعي بتاع الزعفران علشان يدينا اللون الاصفر الجميل اللي احنا شفناه كده في اول الفيديو. حاجة بسيطة خالص وممكن تستغني عنها، لو انتي مش عندك برضو ممكن تستغني عنها، هي إضافة لون يعني، إنما الطعم مش، ما فيش أي تغيير في الطعم. خلاص إحنا كده خلصنا الطبقة الأخيرة وجهزناها، هاقلبها كويس بالسباتيولا بتاعتي علشان أنزل الأطراف. ولا مش شايفين القوام بتاع الكريمة بتاعتنا عامل إزاي؟ هو ده القوام المظبوط. ده القالب بتاعي بعد حوالي ساعتين كده، جمد وبقى كويس ومتماسك خالص في التلاجة. لو انتي مستعجلة ممكن تدخليه الفريزر، بس أنا بصراحة حطيته في التلاجة عادي واشتغلت بعدها بساعتين. هنزل بقى بالطبقة الأخيرة بتاعتنا، طبعا كل الناس هتبقى مستغربة ازاي الطبقة دي هتتماسك، كل حاجة هتتماسك والدنيا هتبقى تمام. هتوزعيها كويس بالشكل ده وهيطلع معانا بالشكل القمر ده. هنفردها بقى بالسباتيولا بتاعتنا وخلاص كده القالب بتاعنا جاهز. هندخله التلاجة مش أقل من ساعتين، ليلة كاملة أفضل. أنا بصراحة باسيب أي حاجة ليلة كاملة، مش باستعجل عشان التجميد يكون قد كده، بس أنا اليوم ده استعجلت. أنا جيلي المستعجلة زي ما انتم عارفين، اللي متابعيني من أول ما ابتديت عارفين إن أنا دايمًا مستعجلة، بس والله النتيجة كانت تحفة جدًا وطعمها حلو جدًا وعجبت الأولاد وعجبت الكبار كمان. هانضف كده القالب الكيك بتاعي كويس وهادخله بقى التلاجة أقل حاجة ساعتين، مش أقل من ساعتين عشان تقدري تطلعيه ويبقى محكم معاكِ كده وجميل. القالب أنا لمّا طلّعته ده خلاص طلّعته، المفروض إن أنتِ بتحطيه في المَيّة ثانية، بتبقى مَيّة مغلية في طبق، تنزّلي القالب ثانية وتطلّعيه على طول عشان يبقى سهل القلب معاكِ. بس للأسف المقطع ده ما اتصوّرش معايا، أنا باعتذر لكم، بس لازم تشوفي الفيديو كلّه عشان تعرفي الكلام اللي أنا باقوله. جبت طبق ونزلت بمَيّة مغلية ثانية واحدة، علشان القالب ينزل معايا بكل سهولة زي ما أنتم شايفين. ما شاء الله نزل بكل سهولة وطريقة سهلة وجميلة جدًا وطعمها يجنن. قطع المانجا مع الجيلي المانجا مع هنقول إيه، الآيس كريم المانجا اللي إحنا عملناه طعمه يجنن، حاجة كده تشرّفِك بصراحة وسهلة وسريعة جدًا. إحنا كده خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. هاستنى رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير مع وصفة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة. شوفوا بقى القمر واحنا بنقطعه، ما شاء الله شكل الطبقات يجنن، شكلها حلو ومتماسكة جدًا وزي الفل، ما شاء الله، سهلة وسريعة جدًا. لو حابين إن أنا أعمل لكم وصفة معينة اكتبوا لي في الكومنتات. مع السلامة.